السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني حبايبي كتير. النهاردة عايزين نعمل أحلى محشي البتنجان والكوسة والفلفل. بس قبل ما ابتدي في المحشي أنا هعمله باللحمة علشان هحط اللحمة جوه المحشي، فلازم أسويها الأول 3/4 سوا. أنا جايبة هنا حلة على النار فيها معلقة سمن. هنزل كده بكيلو اللحمة، اشوح اللحمه كده تاخد اللون الجميل ده. بصي علشان الحله سخنه فاللون بقى على طول بني. هعمل ايه بقى تاني حاجه؟ خلاص كده هي خدت التشويحه دي، ما خدتش اي وقت معايا. الطبق الجميل ده فيه بصلايه صغيره مقطعاها 4 كده، ورقه لورا، حبهان مستكه، فلفل اسود، هنزل بيهم كده. كده انا بستغل الوقت بتاعي ان انا احط اللحمه على النار واروح اظبط حاجه المحشي. كده خلاص خدت الوش الجميل ده. هنزل بالميه واسيبها بقى مع نفسها على بال محضر حاجه المحشي. هستغلكوا كالعاده، اللحمه بتاعتنا على النار، هنعمل القوطه بتاعه المحشي. انا حاطه هنا نص كوبايه زيت ومعلقه سمن كبيره، وهنا ضربه حوالي 1.5 كيلو قوطه. طبعا انت هتظبطي الكميات حسب كميه المحشي بتاعك. انا بحب الحاجه تبقى كتير لان الخلطه عندي ما بتخسرش. انا ديت هديها كده غلوتين 2 يا دوبك لونها يغير. انا مش بحب القوطه متسبكه في المحشي. وبعدين احضر حاجه المحشي ونيجي نبتدي احلى حله محشي. انا هنا خدت القوطه غلوتين زي ما قلت لكم، ما خليتهاش تتسبك. هحط عليها ملح، فلفل اسود معلقتين صغيرين، ومعلقه واحده بهارات. اصل انا كمان عامله البصله في الكبه وحاطه عليها التوابل برضو ديت، وحاطه عليها مرقه دجاج، حاطه 2 مرقه دجاج. كده خلاص القوطه بتاعتي دي جاهزه ان انا انزل بيها على الرز بتاعي. انا هنا غسلت كيلو رز على قد الكمية اللي انا هحتاجها عندي، وهنا عاملة حوالي 1.25 كيلو بصل مضروب في الكبة بالتوابل، ملح فلفل بهارات. ديت التوابل اللي بتتحط على البتنجان. البهارات ما يتحطش وانت بتعملي كرنب ابدا، يسود منك. وهنا ديت خضرة، شبت، بقدونس، كزبرة. هنا 3 معالق صلصة وحط عليهم معلقة سكر. هنزل بالصلصة الاول على الرز علشان الرز بتاعي يبقى لونه احمر. كده هنزل بالخضرة والبصل. هقلب الخلطة الجميلة دي ام ريحة حلوة قوي، تقليبة كده عجب. وبعدين القوطة بتاعتنا الجميلة دي بسم الله اقلب كده. على فكرة كمان انا بعمله بطريقة تانية، ني في ني. الطريقة دي برضو تحفة 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 صراحة، يعني انا متعلماها من اختي. بس انا بحب ايه، اخد كده القوطة غلوة واحدة بتنزل الحمار بتاعها، وبتبقى الخلطة زي ما انت شايفة كده ما شاء الله عليها. كده انا
حاطه التوابل على البصل وحاطه توابل على القوطه. ادوق بقى الملح بتاعي اشوفه مظبوط. حاطه كمان 2 مرقه دجاج. فالخلطه بتاعتي لازم يبقى طعمها مميز. خلصت كده حاجتي وجهزتها. جبت الحله اللي احنا هنشتغل فيها، قطعت فيها شرايح قوطه، دول قطيتين شرايح، وبصلايه شرايح، وادي البتنجان بتاعنا زي الفل مغسول، والفلفل، والكوسه بتاعتنا المحندقه اللي قد بعضها. وفي نفس الوقت وانا شغاله كده اللحمه بتاعتي خلصت وملحتها وطلعتها من الشوربه. هنزل بنص اللحمه كده في وسط المحشي بتاعي، بنصها بس. وهنا برضو دي حتت سمين صغننه كده بتدي طعم جميل قوي. هسيبها هنا كده في النص، وهبتدي واقول بسم الله. طبعا انا هعمل الحشو كله بايديا، مش هلبس جلافز طبعا. انتي هنا بتعملي 3/4 اهي. انا بقى من عادتي بوقف المحشي بتاعي كده. هشتغل وهعمله زي التورتايه كده داير ما يدور اهو. انا هنا خلاص شغاله داير ما يدور زي كده ما انت شايفه. هحط اللحمه بتاعتي كده في النص علشان تعمل طعم وريحه. الحله ديت ممكن تاخد منك يعني ما شاء الله 3 كيلو بتنجان كده زي ما انت شايفه. وانزل دول كده واحط اللحمه بتاعتي. وبرضو لسه بكمل بقيه التورتايه الجميله اللي انت شايفاها دي. بصي لسه في فراغات. البتنجانه الزقنانه دي تحطيها كده. انا بقى بفضل ايه ارص كده، وبلاقي اماكن مهوله ما يغركيش ان انت مليتيها كده. كده اهو ما شاء الله. لسه في مكان للي انا بعمله دوت اهو. كده خلصت المحشي بتاعنا. حطيت بقى هنا ايه، كان فايض 1.5 كوباية قوطة من الخلطة بتاعت المحشي. ركنتها على جنب، لو تلاحظي في اول الفيديو ركنتها على جنب، وحطيت عليها كوباية شوربة من بتاعة اللحمة، وهنزل عليها بمعلقة الصلصة الجميلة دي ومرقة الدجاج. هتقولي لي ما هي القوطة جميلة هيت وحمرة مش محتاجة اي حاجة للي انت بتعمليه. هقولك والله التركات دي بتدي طعم للمحشي مهول. كله جاي من تحت هيشم ريحة المحشي بتاعتك كده. خلاص هنزل بالقوطة بتاعتي كده. بسم الله. في النص كده هسيبه 10 دقايق على العالي ادي كده. وبعدين ههدي عليه النار. هحط بقى ايه، هحط الطبق ده كده، وبعدين الغطا. بقى الوقت والمحشي بتاعي على النار اعمل احلى طبق شوربة علشان الشوربة بتاعت اللحمة. هحط هنا حبهان مستكة ورقة رورة مع معلقة السمن الجميلة دي، وانزل بلسان العصفور
هفضل بقى ايه احمص فيه كده وابشر له الجزرايه تمام التمام، وانزل بالشوربه. يبقى كده كل حاجتي على النار، مفيش حاجه تعطلك. لسان العصفور اتحمص معايا. هعمل ايه بقى؟ هنزل بالشوربه بتاعتي كده، بسم الله. وواحده مرقه دجاج والجزرايه الحلوه دي، بس كده. يبقى كده الشوربه بتاعتي على النار والمحشي بتاعي برضو على النار، علشان نقدمه مره واحده. حتى عايزه اوريكم المحشي وهو بيستوي. بصي كده ما شاء الله زي الفل معايا. خلاص كلها ربع ساعه ونقدم احلى محشي وشوربه مع بعض. معاكم احلى محشي باللحمه والشوربه بتاعتنا، ودوت ليمون بعصفر انا عاملاه، بس انا ان شاء الله هعمله لكم في فيديو لوحده. اتمنى يا رب تكون الوصفه سهله وسريعه والاكل يكون شهي. انا حطيت على فكره المحشي بالمنظر ده بطبيعته، ولا رصيته ولا اي حاجه.